مشاهدينا الفاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضائيه الارثيه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. البلاد تحتفل بالذكرى 34 لعمليه فنقله تاريخيه بحفاوه كبيره. فخامه الرئيس ياسر أفورقي يضع اكليلا من الزهور على نصب شهداء طوالوت. الجمعية الوطنية المركزية لقدامى المحاربين المعاقين تقيم أنشطتها السنوية. إعادة قطع أثرية سرقها الاحتلال البريطاني من قانا قبل 150 عاما. أنباء عن قتلى في قصف إسرائيلي جديد قرب دمشق. بايدن وشولتز يبحثان سبل تحقيق حل الدولتين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أقيم مساء اليوم 10 من فبراير الاحتفال الرسمي بالذكرى 34 لعملية فنقل التاريخية بحضور فخامة الرئيس ياسر أفورقي وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة والوزراء وقادة الجيش وآلاف المواطنين من الداخل والخارج. وهنأت رئيسة لجنة تنسيق الاحتفالات بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر الشعب الإريتري بهذا الحدث التاريخي، وشكرت كل من ساهم في الاحتفال وكذلك الفنانين والأفراد، وقالت أن احتفال هذا العام يتضمن معارض فوتوغرافية ومادية وأنشطة ثقافية وفنية ورياضية وندوات ومسابقة معلومات عامة وحفلات شعبية، فضلا عن التمتع بالثروات البحرية وغيرها من الأنشطة. كما شكرت الجهات التي بذلت جهدا حثيثا لإنجاح الحفل وكذلك الفنانين والأفراد. من جانبها قالت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أن إحياء ذكرى عملية فنقل مناسبة تدفع لمراجعة وتذكر ذلك النصر التاريخي والمثابرة التي أظهرناها في تلك العملية، مشيرة إلى أن الاحتفال البهيج الذي نظمناه والصمود والبسالة والاستشهاد الكبير الذي دفعناه والنضال المرير الذي خضناه لإحباط المؤامرات والغزوات الهادفة لوضع سيادتنا على المحك هو تعبير عن اعتزازنا بتلك العملية البطولية. وقالت أن عملية فنقل هي رمز معجزات وبطولات الشعب الإريتري، مضيفة أن البطولات الموروثة أكدت من جديد أن إريتريا ستبقى دولة كريمة ومحترمة أبد الدهر، كما أنها ساهمت في إفشال كافة العدائيات المعلنة لإركاع الشعب الإريتري والحكومة الإريترية خلال المراحل الماضية. واليوم أيضا لا شك أننا سنحبط كل أشكال المؤامرات والدسائس بالوعي والمثابرة. هذا وقد سلط الاحتفال الذي استمر ساعتين وتم بثه على الهواء مباشرة عبر الفضائية الإريترية وصوت الجماهير الإريترية وإذاعتا زارا ونوما، سلط الضوء على البرامج التي عكست بطولات قوات الجيش الشعبي ونضال الشعب وغيرها من القيم الوطنية. وستستمر غدا فعاليات الذكرى 34 لعملية فنقل المنظمة تحت شعار فنقل لحن الحرية بتنظيم حفلات ومآدب شعبية وأنشطة رياضية وعروض ثقافية وغيرها من الفعاليات. وضع فخامة الرئيس ياسر أفورقي في ساعات صباح اليوم 10 من فبراير إكليلا من الزهور على نصب شهداء طوالوت بمناسبة الذكرى 34 لعملية فنقل التاريخية. وحضر الحفل كبار مسؤولي الحكومة والجبهة وقادة الجيش والضيوف المدعوين. وقد بث الاحتفال الرسمي بالذكرى 34 لعملية فنقل على الهواء مباشرة عبر الفضائية الإريترية وصوت الجماهير الإريترية ابتداء من الساعة 4 مساء اليوم. هذا ويتم الاحتفال بالذكرى 34 لعملية فنقل في الفترة من 9 وحتى 11 من فبراير تحت شعار فنقل لحن الحرية. حظى معرض قرية الأطفال وكرنفال الطلاب بمناسبة الذكرى 34 لعملية فنقل بتقدير الزوار. وقال الزوار القادمين من مختلف أنحاء البلاد وخارجها لوكالة الأنباء الإريترية أن البرامج بما في ذلك الأنشطة المبتكرة وقرية الأطفال والكرنفال الطلابي قد أضفت بهاء وروعة على فعاليات الذكرى لهذا العام من خلال مساعدتها للطلاب على التعرف على الثقافة والقيم الوطنية. وقالوا أن البرنامج الذي ركز على الأطفال والطلاب ترك انطباعا خاصا لدى الطلاب وأولياء الأمور، داعين لتنظيمه في المستقبل بصورة أكثر دقة وتنظيما. وقال منسق المعرض الأستاذ محمد عبد الله أن المعرض الذي نظمته المدارس بشكل عام والأنشطة الثقافية للأطفال بشكل خاص لاقت إقبالا مشجعا من الزوار، وحث كافة المواطنين وأولياء الأمور والمعنيين بشكل خاص على زيادة مشاركتهم للحفاظ على القيم الوطنية التي دفع ثمنا باهظا لنقلها إلى الأجيال القادمة. وقد وصل الإريتريون القادمون من السويد إلى قنداع بعد مقابلتهم أسمرة سيرا على الأقدام في 6 من فبراير بالمرور عبر عد نفاس ودرفو. وفي اليوم الثالث وصلوا إلى مصوى بعد إحياء ذكرى الشهداء في مقبرة أبطال قنداع في 9 من فبراير.
وقال هؤلاء المواطنون عقب وصولهم إلى مصوى أن عملية فنقل بشرت بالحرية الكاملة، وأن الهدف من مسيرتهم هو استذكار الشهداء الذين ضحوا من أجل الحرية، داعين للدفع ببرامج مماثلة. عقد المجلس المركزي للجمعية الوطنية لقدامى المحاربين المعاقين في أسمرة خلال 9 فبراير اجتماعا لمراجعة أنشطته لعام 2023. وقال رئيس قسم التنظيم والإعلام في الجمعية السيد محمد نور إدريس في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أن الجمعية تعمل جاهدا لضمان حصول قدامى المحاربين المعاقين على الرعاية المناسبة، داعيا إلى مضاعفة دور الشركاء. وركز الاجتماع التقييمي الذي حضره رؤساء فروع الجمعية في الأقاليم الست على تعزيز القدرات الاقتصادية لقدامى المحاربين المعاقين والشركاء، كما أشار إلى تنفيذ أعمال فاعلة هدفت لتحسين معيشة المحاربين المعاقين القدامى من خلال توظيفهم في الزراعة والمخابز والتجارة ومزارع الدواجن وصيد الأسماك. كما شهد الاجتماع تقريرا مفصلا حول الجهود المبذولة لخلق الفرص لنمو وتطور الأعضاء. وقال أن الجمعية منحت 6 ملايين نقفة على شكل قروض ل 405 عضو في عام 2023 بزيادة قدرها 1,000,000 نقفة مقارنة بعام 2022. وفي الختام قررت اللجنة المركزية للجمعية الوطنية لقدامى المحاربين المعاقين في إريتريا أن تعمل على زيادة مساهمة الشركاء، فضلا عن تنظيم حملة لاستيعاب أعضاء جدد وتنفيذ مشاريع التمويل والقيام بأنشطة لمساعدة الجمعية على تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا وبذل جهود جبارة تسهم في سرداد الديون. وناقشت أيضا خطط العام 2024 فضلا عن افتتاح صالة رياضية أخرى في مدينة بارونتو ودعم مصنع النظارات وكذا مصنع الطباشير وغيرها من المقترحات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. عاد متحف أمريكي 7 قطع أثرية سرقتها قوات الاحتلال البريطاني قبل 150 عاما من مملكة أشانتي القديمة في قانا، ونهبت القطع الأثرية خلال القرن ال19 قبل نقلها إلى متحف فاولر في جامعة كاليفورنيا في ستينيات القرن الماضي. وتضمنت مخفقة ذيل الفيل وكرسي زينة مصنوع من الخشب والجلد والحديد، بالإضافة إلى حليتين ذهبيتين للمقاعد وقلادة من الذهب وسوارين. وتأتي إعادة القطع ضمن سلسلة من الآثار المسروقة التي يتم إعادتها إلى العديد من البلدان الإفريقية. وتعتبر هذه المبادرة هي الأحدث في سلسلة من عمليات إعادة القطع الثمينة المسروقة إلى العديد من البلدان الإفريقية وفق الوكالة. وتسلمت المملكة القطع الأثرية في الذكرى 150 لنهب القوات الاستعمارية البريطانية مدينة أشانتي في عام 1874، وجرى تقديم القطع في مراسم رسمية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن إسرائيل شنت ضربات جوية استهدفت مبنى سكني قرب العاصمة السورية وسط معلومات عن اغتيال شخصيات من جنسيات غير سورية، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي. ونفذت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر وأيضا مواقع للجيش السوري. لكن هذه الضربات تكثفت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة. يأتي هذا بينما قتل 11 شخصا بينهم 7 مدنيين ومقاتلان من حزب الله اللبناني في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدينة حمص في وسط سوريا، وفق حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أفادت دمشق أن القصف أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولتز سبل تحقيق سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل وحل الدولتين في المستقبل، وأكد ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وقال البيت الأبيض في بيان أن بايدن والمستشار الألماني ناقشا خلال زيارة شولتز لواشنطن الجهود الرامية إلى منع التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط. وأكد شولتز لبايدن أن تحقيق السلام في المنطقة لا يمكن إلا من خلال حل الدولتين. كما تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الظروف لتحقيق سلام دائم يتضمن إقامة دولة فلسطينية. وصل 100 جندي روسي كانوا أسرى لدى أوكرانيا إلى مطار في العاصمة الروسية ضمن صفقة تبادل أسرى حرب تمت بين موسكو وكييف وتوسطت لإتمامها الإمارات العربية المتحدة. ووصل إلى موسكو حوالي 100 جندي روسي أفرجت عنهم أوكرانيا ضمن صفقة تبادل أسرى مع روسيا. وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن من المخطط أن يتلقى الجنود العائدون من الأسر العلاج الطبي وإعادة التأهيل في موسكو.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل حوالي عامين قام البلدان بإتمام صفقات تبادل أسرى عديدة حتى الآن. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البلاد تحتفل بالذكرى 34 لعملية فنقلة التاريخية بحفاوة كبيرة. فخامة الرئيس آصف يضع كيلا من الزهور على نصب شهداء طوال القصر. الجمعية الوطنية المركزية لقدامى المحاربين المعاقين تقيم أنشطتها السنوية. إعادة قطع أثرية سرقها الاحتلال البريطاني من قنا قبل 150 عاما. أنباء عن قتلى في قصف إسرائيلي جديد قرب دمشق. جو بايدن وواشنطن يبحثان سبل تحقيق حل الدولتين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.